الباستا دي لما بنروح اي مطعم لازم نطلبها يا جماعه. باستا كريمي عليها كده بقى شويه من الستريبس وموتزاريلا، خطيره. هنعملها زي بتاعه بره واحلى وانضف كمان. بصوا ازاي جوسي وازاي مطه الجبنه خطيره. يلا بينا. اول حاجه هنسلق اي نوع مكرونه عندكم. بعد كده بقى هضيف مكعبين من الزبده ومعلقه زيت، وهستخدم الثوم المفروم بتاع موتزاريلا فريش. بعد كده يا جماعه هقلبهم مع بعض كويس قوي. اول ما بنشم ريحتهم بضيف معلقتين من الدقيق، اقلبهم مع بعض كويس قوي. بعد كده هضيف كوبايه كبيره من اللبن زي ما انتم شايفين كده. هرجع تاني اقلب والنار متوسطه. هقول لكم بقى على حاجه هتنقل بقى الصوص ده في حته تانية، وهي الكريمه اللباني بتاعت موتزاريلا فريش. بطلبها من عندهم على طول، بتبقى حلوه قوي. واضيف بقى مكعب من المرقه ومكعبين من الجبنه الكريمي بتاع موتزاريلا فريش برضو، واظبط الملح بتاعها وكده. الصوص خلص. عشان بقى ما اضيعش وقت استخدمت الستريبس بتاع الحريف ده، خطير، مش اول مره اكلمكم عنه. حلو قوي ومن جوه فراخ نساير كده. وعاوزه اقول لكم يا جماعه ان انا قطعته كده مكعبات صغننه كده عشان احطه فوق الباستا. هجيب بقى القوالب دي عندي بتبقى حلوه قوي، ادخلها الفرن واحط بقى المكرونه، وبعد كده اغرقها الصوص الكريمي اللي احنا عملناه، وكمان بقى الستريبس زي ما انتم شايفين، وادلعها يا جماعه بقى بالموتزاريلا. وطبعا لازم استخدم الموتزاريلا بتاعت الحريف برضو من موتزاريلا فريش. الجبنه وكمان المطه بتاعتها يا جماعه بتبقى حلوه قوي. بقى ادخلها الفرن بس تاخد وش، وبيطلع معايا احلى باستا يا جماعه. صدقوني هتدمنوها، سواء بقى كبار ولا صغار. متاكده ان هي هتعجبكم. وبس كده، باي باي.